فنانين كتير بنحبهم وبنتابع أعمالهم بكل متعة وشغف قدروا يحفروا في أذهاننا أدوارهم وأعمالهم الفنية المميزة اللي دايما بنفتكرهم بيها طول الوقت. لكن هل تعرف إن في كتير من الفنانين دول في الأصل ما كانوش فنانين وكانوا نجوم في عالم الرياضة؟ والسؤال هنا، يا ترى مين هم الفنانين دول؟ وإزاي كانت بدايتهم؟ وإيه نوع الرياضة اللي كانوا بيمارسوها؟ في الفيديو ده جريدة المصرية هتاخدكم في جولة سريعة عشان تجاوبكم على كل التساؤلات دي. زكي رستم. ناس كتير ما تعرفش إن الفنان القدير زكي رستم بدأ حياته كبطل في رياضة رفع الأثقال، ومثل مصر في عدد كبير من البطولات، وقدر إنه ياخد المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وده اللي خلاه نجم رياضي بتتهافت عليه المجلات والجرايد عشان تنشر صوره وهو بيستعرض عضلاته، وده طبعا قبل ما يتجه لعالم الفن ويجسد أعمال عاشت معانا على مدار سنين ولسه مكملة. أحمد مظهر، أو نقدر نقول عليه الفارس أحمد مظهر، الفنان القدير اللي مثل مصر في دورة هلسنكي للفروسية في دولة فنلندا، وقدر إنه يحقق أرقام قياسية وعالمية كتيرة خلال ممارسته لرياضة الفروسية، وده قبل ما يتجه لعالم الفن عشان يكون من أساطير السينما المصرية على مر التاريخ. أحمد رمزي، أو زي ما كان بيحب يتقال عليه الولد الشقي، كان بطل من أبطال مصر في رياضة الملاكمة، ومثل منتخبات المدارس والكليات طول فترة دراسته، إلا إن الفن سحبه بعيد عن رياضته المفضلة عشان يكون بعدها من أساطير السينما المصرية. يوسف منصور، بدأ حياته كلاعب لرياضة الكونغ فو، وعاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها رجع مصر واتجه للفن، واشتهر بأدواره اللي بتقوم على فنون الألعاب القتالية، ومن أشهرها فيلم قبضة الهلالي مع الفنانة ليلى علوي، وفيلم جحيم امرأة مع الفنانة فيفي عبده. الشحات مبروك، قدر الشحات مبروك إنه يتوج كبطل مصر والعالم أكتر من مرة في رياضة كمال الأجسام، بجانب إنه حصد عدد كبير من الميداليات الذهبية في ميزانه لبطولة العالم للهواة، وبيعتبر الشحات مبروك من أبرز أبطال رياضة كمال الأجسام في العالم، وواحد من أبرز الرياضيين اللي اتجهوا لعالم الفن. محمد لطفي، على خطى شحات مبروك كان النجم محمد لطفي بطل من أبطال كمال الأجسام، وظهر لأول مرة على شاشات السينما في فيلم كابوريا مع الفنان الراحل أحمد زكي. بعدها انطلق زي صاروخ في عالم الفن عشان يقدم عدد كبير جدا من الأعمال الفنية المميزة ولا زال. أحمد برادة، بطل العالم في لعبة الاسكواش أكتر من مرة، بعدته إصابته عن لعبته المفضلة قبل ما يقرر يدخل عالم الفن من بوابة الغناء والتمثيل، وكانت أول تجاربه الفنية مشاركته في فيلم حب البنات مع النجوم ليلى علوي وأشرف عبد الباقي وأحمد عز. نور الشريف، بيعتبر النجم نور الشريف واحد من أبرز الرياضيين اللي سابوا كرة القدم واتجهوا للفن، وده باعتبار إنه كان لاعب كرة قدم محترف بنادي الزمالك، ولكن على الرغم من كده غلبه شغفه وحبه للتمثيل، وقرر إنه يتجه لعالم الفن عشان يسطر تاريخ من ذهب في أرشيف السينما والتلفزيون المصري والعربي. أحمد السقا، بدأ النجم أحمد السقا حياته كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي في فترة شبابه، وتوقع العديد من الرياضيين وقتها إنه هيكون أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، إلا إنه قرر يكون أسطورة بالفعل لكن في مجال التمثيل، وطبعا أعماله الفنية سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح غنية عن التعريف.